وأظهر للمسلمين الأعداء الذين يتملقون لنا ويقولون نتحاور معكم ونحن وإياكم في حوار وفي تفاوض، وفي أنهم يكذبون، أنهم يريدون منا أن نتبعهم لا أن يتبعونا، ولا أن يكفوا شرهم على الأقل، إنما يريدون من المسلمين أن يتبعوهم أو أن يعترفوا بدينهم ويقولون ديننا حق ودينكم أنتم حق، وهذا لا يجوز. ما في حق إلا دين الإسلام، رضوا أو سخطوا. ما في حق من الأديان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وما عداه من الأديان فهو إما وثنية وبوذية وشركية أو إلحادية ودهرية أو أديان سماوية لكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله أرسل هذا النبي للناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة للعالمين عموما لا للعرب فقط وإنما للعالمين. فمن أراد الرحمة وأراد النجاة فليدخل في هذا الدين، وإلا فإنه ليس له إلا النار، ولا ينفعه ما تمسك به من الدين الباطل أو الدين المنسوخ. فالواجب على جميع العالم عربهم وعجمهم عليهم إذا أرادوا النجاة أن يدخلوا في دين الإسلام.